الاستاذ مهدي الزوات، يمكن كل شيء كيهضر على هذا الملف ديال فريق الوداد البيضاوي. السي مهدي الزوات، برافو نوفل. مهدي الزوات محامي ديال فريق الوداد البيضاوي في هذا الدوسي هذا اللي يمكن خدا واحد الابعاد كبيره، ولكن الان وداد الامه ينصفها القضاء. سي مهدي اهلا وسهلا. اهلا وسهلا سي عادل، اهلا وسهلا سي بالعودي ومستمعين الكرام. اسمح لنا السي مهدي، عيطنا عليك على غفله وما قريت حسابه. يمكن كل شيء كيصيفط ليا شنو دار القرار اليوم كان الحكم. يمكن نخليو لك الكلمه استاذ مهدي. شوف، اول حاجه بغينا نوضحوها هي ان نادي الوداد الرياضي وايمانا بمبادئه اللي تاسس على قبلها، فهو ماشي ضد حريه التعبير وماشي ضد ماشي مع تكميم الافواه ولا ان لا، ولكن الدعوه القضائيه قدمنا الشكايه الى وكيل جلاله الملك المحكمه الابتدائيه بساله من اجل انصاف نادي الوداد الرياضي من شبهات طالته جراء تصريحات ديال واحد السيد اللي عنده واحد العدد كبير ديال المتتبعين على مواقع التواصل الاجتماعي. فاحنا الهدف ديالنا كان ماشي هو معاقبه هذا الشخص، ماشي هو الحكم عليه بالسجن، لا، هذا قضاء عنده وعند كاين مساطر قانونيه وكاين فصول قانونيه اللي كتحدد هذا الشيء، ولكن الهدف الاساسي اللي كان عندنا هو تبرئه نادي الوداد الرياضي مما نسب اليه، لانني اؤكد ان هذا نسب الى نادي الوداد الرياضي. ف الفصل 447 جوج واضح ان نشر الادعاءات الكاذبه بهدف التشهير بالاشخاص، والاشخاص القانون كيكون اما ذاتي اما معنوي يعاقب عليه القانون. احنا مشينا في هذا الاتجاه، شفنا بان راه المعني بالامر نشر ذلك على صفحته الشخصيه، وهنا نعتذر الى الاخوان الصحفي لان هذا ما عنده علاقه بمدونه الصحافه والنشر، هذا راي الشخصي ديالو على صفحه شخصيه ديالو كتسمى الاسم ديالو، الفيديو ما كيحملش اللوغو ديال المنبر الاعلامي، وناقشنا هذا الشيء امام المحكمه لان دفاع الطرف الاخر اثار هذه النقطه في الدفوع الشكليه وقال بان كان الاصدر ان تقدم شكايه مباشره طبقا لمقتضيات فصول مدونه الصحافه والنشر، ولكن ما اتجهت اليه المحاكم على بجميع ربوع المملكه هو ان كل ما نشر على الصفحات الشخصيه او على البروفايلات الشخصيه وليس على المنابر الاعلاميه وبما يتعلق بالسمع البصري لا يحمل الشاره ولا اللوغو ديال المنبر الاعلامي، فهو يعتبر فعلا شخصيا مرتبط بهذاك الشخص ماشي بمنبر اعلامي. فمشات معنا المحكمه في هذا الاتجاه وادانت المشتكى به بثلاث اشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامه ماليه 2000 درهم، ومطلبنا كان درهم رمزي. والفت اننا نطلبوا درهم رمزي هو تاكيد على اننا ما نبحث عنه هو تبرئ نادي الوداد الرياضي من هذا التهم، لان نادي الوداد الرياضي كبير على ان يتمول باموال مشبوهه، نادي الوداد الرياضي كبير على ان يتقسم في مسائل غير لارضاء واحد الاشخاص معينين ولا واحد الخصوم ولا واحد المنافسين. فهذا كان هو الهدف ديالنا، والحمد لله اليوم رسميا كما كتبت وقضائيا نادي الوداد الرياضي بريء براءة الذئب من لم يوصف ممن نسب اليه. اذا يمكن وهذا هو المهم، يمكن الفريق الوداد البيضاوي الهم ديالو ماشي هو تكميم الافواه، ماشي هو الراي الاخر، ماشي هو ما يخليش الناس يعبروا على راسهم، مي الهدف هو التبرئه من امور اللي حيت اخويا عادل راه كان بامكاننا اننا نجيبوا اون اكسبيرتيز ديال نادي الوداد الرياضي شحال كيسوى. راه اللوغو ديال نادي الوداد الرياضي راه عنده ان كو، عنده اون فالور، وغادي نجيبوه وغادي نطالبوه ب 5 مليون ديال الدرهم ولا 10 مليون ديال الدرهم ولا شوف ديك الساعه الخبره شنو غتعطي، والمحكمه تنقص تعطيه غادي دير لي 500,000 دير لي 1 مليون درهم. كيف ما كان الوضع المالي والسوسيو اقتصادي ديال هذاك الشخص غادي يتضرر، ولكن حنا ماشي كان هذا هو الهدف ديالنا. حنا كان هدفنا هو ابراز الحقيقه واثبات بان نادي الوداد الرياضي ما عنده حتى علاقه بالاموال المشبوهه وما عنده، لان هذا الشيء كيضر كره القدم الوطنيه وهذا الشيء كيضر صوره البلاد. الا ولا فريق اللي هو ما نقولوش القاطره ولكن جزء من القاطره ديال كره القدم الوطنيه وكل ما حققته مؤخرا لا رياضيا لا تنظيميا كتلصق فيها التهمه ديال التمويل باموال مشبوهه، غنريبو كلشي. انا داكشي كيف ما كنقولوا لي في دومينو غطيح الوداد غتتبع، وهناك خصوم خارج الوطن ينتظرون مثل هذه الفرص. فاحنا كان هذا يعني هدفنا كان اولا وطني ثم ودادي. وكنظن هذه الاخلاق ديال وداد الامه، هذه الاخلاق ديال فريق الوداد البيضاوي والقضاء. يمكن السي اشرف بن المدن زميل صحفي ديالنا، صحفي مجتهد كيخدم يمكن بحسن نيه، يمكن هو كان كيقلب على الحقيقه وبحسن نيه
تم اقحام فريق الوداد البيضاوي، حتى هو كنتمناو ليه ان شاء الله مسيره موفقه، لان كيبقى زميل صحفي نحترمه عمله. يمكن يصيب بحالنا، كنخطئوا في اشياء ومازال خصنا نتعلموا كل نهار الواحد كيتعلم، ولكن بحسن نيه، باش بزاف الناس واخدوه، ولكن مسكين هو راه خرج وشرح وبرر بانه ما بغاش يقحم فريق الوداد، كيف قال بحسن نيه تم اقحام فريق الوداد البيضاوي. ومره اخرى القانون هو خذ المجرى، ونتمنوا انه ما يضرش حتى هو معنويا بهذا القرار، لانه عادل هو الصحافه الاستقصائيه والتحقيق هو انا اعتبره بان ركيزه الشفافيه والمصداقيه في المجتمعات. هذه الشفافيه والمصداقيه اللي كتعطينا تطور المجتمعات والتقدم ديالها، ولكن الصحفي من واجبه التبين. ملي غيجي عندك واحد السيد وغيقول لك انا راه شفت عادل العماري جالس مع بالعودي في القهوه قبل ما يطلعوا، هما راه جالسين في القهوه قبل ما يطلعوا البرنامج. بيني وبينه نجلس معاه ولا يجلس معايا يبعد مني، راه شوفها اعطيني اتساع. شوف، ولكن كيجي واحد اخر وكياخذ داك الخبر الصحيح اللي هو خاوي من المحتوى اللي عنده علاقه بالموضوع، وتيقول لك كانوا جالسين، لا راه كانوا كيتفقوا باش يدخلوا. عنده ثمن مجبرين. وانا قلت امام المحكمه كي رانا نجد انفسنا خجولين ومحرجين للوقوف امام المحكمه في مواجهه شخص اللي تا هو كيدير خدمته، ولكن ما عندنا ما نديرو. سي المهدي، اخاك لا بطل. نعم سيدي، اذا سمحتي عندي واحد السؤال.